ويا سلام على أكل زمان الجميل اللي ما نقدرش نستغنى عنه حتى لو طلع 100 صنف و100 نوع. وعايزة أقولك بيقعد مثلا معاكي يومين في التلاجة 3 أيام بترتاحي. لا غنى عنه. لازم فيه يوم في وسط الأسبوع سنيكس هاجي أو دلوقتي. برجر أو كفتة أو شاورما أو هاجي أي دلوقتي. حاجة انتي بتحبيها في بيتك. بس لا غنى عن أكل زمان الجميل اللي كله صحة. حد يعرف أنا النهاردة بعمل لكم أكل إيه؟ طب انتي النهاردة طبختي إيه؟ عايزة أقولك الطبيخ فايدة، ويا سلام لما يكون نايف نايف. يلا بينا نخش ونشوف احنا بنعمل ايه النهاردة. قبل اي شيء ننزل نحط لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقولي لي انتي بتتابعيني من اي بلد او اي محافظة. وعلى عيني ودماغي من فوق اي حد بيتفرج عليا، واي حد نفسه في حاجة يقول لي عليها. اللي معانا ده النهارده ايه؟ ارانب. ارانب في ناس كتير جدا ما بتحبهاش وفي ناس كتير جدا بتحبها، بس نفسها تفتكس فيها. انا بقى افتكس لك فيها النهارده. تمام. احنا دلوقتي شفنا لما بنسلق الارنب في الميه العاديه بتاعتنا، وبننزل الحاجات بتاعه الشوربه بتاعتنا اللي هي الورق لورا والحبهان والقرنفل والبصل عشان يديك طعم حلو. تعالي بقى هخليك تاكلي شويه ارانب زي العسل، زي الكتاب ما بيقول كده هوت، او افتكاسه من هبه ليكم. هنجيب كيس فيجيتار حار او بارد حسب ما انت عايزه، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه فلفل، معلقه ملح. وهنتبل الكلام دوت مع بعضه، و3 معالق دقيق. علشان ايه؟ لو هي حراقه عشان يعني تطفي نار الحقيقه شويه. تمام. ونقلب الكلام الجميل ده مع بعضه جدا. عايزه اقولك هتاكليها اكنك بتاكلي كنتاكي فراخ، محدش هيعرفها الا اللي يفهمها. بس عايزه اقولك يعني بجد مهدور حقها جدا. الارانب طعمها جميل جدا، فيها قيمه غذائيه حلوه جدا. الشوربه بتاعتها بتبقى جميله. بصي يعني حاجه لا غنى عنها زي ما بيقولوا كده. هو ولازم تدخلي بيتك كل انواع الاكل وتدوقي اهل بيتك كل حاجه. تمام. طبعا قلبناها اهوت تقليبه حلوه جدا. وهنا الارانب بتاعتنا بعد ما استوت هندخلها بقى فيها ونروح بقى ايه يعني. دي حركه حلوه يا جماعه عشان ما نبهدلش الدنيا. عندي كيس حطي فيه البهارات بتاعتك ديت وقلبيها برضو. انا حبيتها في علبه. بصي هطلعها اكنك دوستي عليها وعملتيها. بجد بجد طلعت حاجه فعلا جميله جدا الاختراع ده اللي هي البلاستيك المحكم. بصي طلع يعني مفيش كلام. وطاسه بقى تكون يعني ايه، لازم الزيت يغطيها لهدف واحد، عشان تديكي كريسبي، تديكي الحاجه تكون كريسبي كده معاكي وفيها قرمشه من بره. طبعا الارانب معروف ما فيهاش جلد، فهتديكي ايه كريسبي كده من بره. انا عايزه اقول لك والله كانوا بيفتكروا فيها جلده، قلت لهم لا والله ما فيها جلد يعني بيفتكروها فراخ. قلت لهم لا لا يا جماعه ما فيهاش جلد، محدش يرمي اي حاجه من على الكفر بتاعها لانها ارانب مش حاجه. وتعالي بقى على الفاصوليا النيف ني. يعني ايه نيف ني؟ بصوا يا جماعه البصل لما بيتحمر بيروح الفايده بتاعته. تمام. انا طبيعي ما بحمرش البصل خالص في اي طبيخ ليا ولا اي حاجه، واخليك الصلصه حمرا زي ما انت عايزه. اول حاجه بنسلق الفاصوليا بتاعتنا نغسلها حلو جدا، ونزود ضعف الميه بتاعتها عشان ما بتتسلق بتنفش معانا. تمام. وبعد ما بتتسلق هي الحته دي يعني مش عارفه راحت فين بجد في الفيديو. بعد ما بتتسلق بنصفيها ونغسلها تحت الحنفيه ونرجع امك تاني عامله نجيب غدا حله ايه؟ نحط معلقه سمنه حلوه كده اللي هي اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في فيديو، السمنه اللي فيها الزيت. وهننزل البصله بتاعتنا وهننزل الفاصوليا. بص انا ماشيه معاكي خطوه بخطوه، ولا سرعت حاجه ولا جريت حاجه ولا منتجت حاجه. انا ماشيه معاكي بخطوات علشان اطلع لك الحاجه عسل. ايه؟ تمام. اول حاجه مش لازم الطبيخ يكون فيه لحمه، لا ما احنا عاملين الحاجه من بره. يعني هطلعها لك من غير لحمه كمان طعمها حلو، شكلها حلو وطعم كمان جميل جدا. تمام. وهننزل الفاصوليا واحده واحده، مش هنقلب حاجه. ما اسمها نيه نيه يعني ايه؟
علشان كده ما حمرتش حاجه. لم تمام. لم والصلصه بتاعتي انا ضرباها لم ده. ومصفياها وهنزل عليها على طول. ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه يا جماعه، ولا قدحت السمنه حرقتها ولا حرقت بصله ولا اي حاجه من دي. وادي نزلت الصلصه بتاعتنا. حطيت ايه بقى بتوابل فيها؟ حطيت طبعا الملح، ما بحيقش الصلصه بتاعتي الا بعد ما بتستوي، علشان الحاجه بتاعتنا ما تجرمز. يعني ايه ما تجرمز؟ يعني ما تبقاش ناشفه، تبقى فيها عض كده، لا تبقى طريه وحلوه. هنحط فلفل اسمر، ملح، كمون، هذه جوز الطيب طبعا حطيتها، معلقه سكر عشان الحمض بتاعها. قلت لكم انا الملح هحطه في الاخر وانتوا هتشوفوه بنفسكم، واقلبه حلو جدا. انا كده لسه ما يعني على النار، لسه في بدايتها. تمام. بصوا بقى بعد ما بتخلص، يا خراشي على لونها وجمالها. يمكن الكاميرا ظلماها والله، فعلا فعلا الكاميرا ظلماها. وتحطي بابريكا. بصوا بعد ما استوت، يعني بصي انا حطيت الكمون اهو. بصي الصلصه حمرا، يعني مفيش كلام. عايزه تحمريها اكتر، معلقه بابريكا. بصي يعني حاجه بجد، يعني ما بتتكلم، هي بتتكلم بنفسها. ما استاهلش لايك حلو بقى يا جماعه. انا عايزه اخد من دي، عايزه اخد من العلبه الحمراء. ايه ده انا عدت تاني. معلش يا جماعه، الدنيا لخبطت معايا في المونتاج. تمام كده اهوت. فعايزه اقولك يعني مفيش كلام، حاجه فعلا جامده جدا. هو معلش الفيديو بتاعي عمل شويه هنا الملح خالص اهو بعد ما استوت معانا. بصي حمر اهي، ولا بصله احمرت ولا توم احمرت ولا اي حاجه. وبعدين انا ما بحطش توم يا جماعه في الفاصوليا او البقوليات، لاني اوريدي يعني